السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا حبايبي في قناة المتواضعة يوميات ست اخوات. النهاردة هنعمل أكلة سهلة وبسيطة زي ما احنا متعودين، ما بنجيبوش غير الأكل السهل البسيط، الأكل الشعبي الجميل. احنا هنعمل كرنبيت بس مش هنستهلك زيت خالص، وهيبقى مقرمش وجميل وهتاكلوا منه مش هتشبعوا. لا، اللي عنده حموضة، اللي عنده ارتجاع مريء، عمرك ما هتشتكي أبدا من إن الزيت تعبك خالص. تعالى كده سموا بسم الله وصلوا على النبي، هنعملوه سوا مع بعض من غير زيت خالص. هنجيب الكرنبيتة كده زي ما انتوا شايفين كده، الزهرة بتاعتها بتبقى بيضة كده ونصعة، وتبقى مليانة كده مشبكة في بعضها، متبقاش مفرغة، مبقاش فيها حاجة معفنة ولا فيها حاجة من الجنب كده بايظة ولا حاجة، نقاها حلوة. هنقطعها زي ما انتوا شايفين كده، هو نطلع كل وردة لوحدها كده او كل فرع لوحده كده. وفي بيتباع بالكيلو الحتت كده لوحدها، يعني ايه كل حتة لوحدها، حسب المكان اللي انت ساكنة فيه بقى بتشتريها ازاي. المهم هنجيبها ونقشرها. شوفوا الراس دي انا بنقشرها كده، بتبقى طعمها حلو. مين زي كده بيحبها، سواء الكرنب او شوفوا بتبقى طعمها جميل ومسكر، ترموهاش خسارة، بتبقى جميلة ولا طعمها مسكر وحلو. هنمسك بقى كل زهرة من ديت ونقشرها اهو بسم الله. هنقشر الجزء القشرة الناشفة دي اللي هي ناشفة كده، ننتشها كده، هتخش لجوه عند الفروع من جوه وتتقشر رخر اهي. ننضفها كويس كده اهو. لو في حتة طلعت من اللي هو الابيض ده ما بنرميهاش، في الاخر بنقشرها وبناخدها برضو نقشر الجزء الناشف ده في هتلاقي بقى حتت صغيرة وحتت كبيرة. احنا لما بنسلقها بقى في الاخر بن بنقطعها قد بعضها عشان ما تتهرش في السليق، بنسيبها سليمة زي ما هي وما بنقطعهاش. بعد ما بقشرها بقى بنمسك الحتت اللي هي طلعت الصغيرة ديت في القشر ونقطعها اهوت. انا لميتهم في طبق اهم هنسلقهم برضو لوحدهم بعد ما نسلق الكبير عشان ما يتهوش فيه. هنجيب مية بقى كده بشوية خل، او لو مية بس ماشي برضو. هنشطفهم بقى لو في ترابة لو عفرة لو كده عشان تبقى نضيفة قبل ما نحطها في مية السليق، عشان لو هي مثلا كانت مركونة على الأرض عند الراجل بتبقى في حتة مثلا فيها ترابة، فيها مطرح الركنة كده، فبنغسلها كويس. عايزة تنقعها شوية كده 10 دقايق كده وبعدين تغسليها برضو ماشي. المهم اغسليها لما تطمني كده اللي هي نضيفة. هنجيب مية هي نغليها على النار ونحط معلقة ملح، معلقة صغيرة كده يدوب ندي طعم للكرنبيت. بس كده مية بشوية ملح صغيرين زي ما بنعمله المكرونة، ونسلقها بقى، نحدفها كده في المية نسلقها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ريت يا حبايبي اللي بيتفرج عليا ووصل للجزء دوت في الفيديو يعمل لي كده لايك، يعني من اللي انتوا بتعملوه ده مش هتخسروا حاجة، ويكتب لي كلمة حلوة كده، تعليق كده تشجيع يعني. واللي ما اشتركش يشترك عشان القناة تكبر بيكم بإذن الله. هنقلبها كده من تحت لفوق لغاية ما تستوى، تاخدش 5 دقايق ولا حاجة على النار ولا 10 دقايق بكتير. المهم بقى لما نمسك كده العنق اللي هو الأخضر ده اللي هو فوق ده،
نلاقيه مستوي كده. خلاص، يبقى كده ايه معناه انها استوت. هجيب بقى طبق كده ونكون مخرطة شوية خضرة حلوين كده، ونجيب معلقة توم، يعني فصين كبار كده توم نكون دقاهم. وهنجيب بقى البيض يعني حسب بقى انت ما تحبي تحطي بيض، عايزة تحطي بيضتين 3 4 5 اللي يعجبك. اللي لو عندك بيض متوفر حطي، كلها حاجات قيمة غذائية عالية. اهو نحط بقى شوية فلفل كده عشان الزفارة، ونقلبها مع الخضرة كويس. انا حطيت بيضة واحدة. طب هنكمل بايه؟ ممكن نكمل بلبن، ممكن نكمل بمية. لو انت عندك بيض متوفر يبقى اعمليها كلها بيض، بتبقى طعمها حلو وحلوة خالص. ما عندكيش بيض كتير حطي البيض اللي ما عندك وكملي بشوية لبن، ما عندكيش لبن كملي بمية. يعني مش اجباري في اي حاجة، المتاح عندك اعمليه. هنحط بقى 3 معالق دقيق كبار كده، وهنقلبهم مع البيضة كويس، هيبقوا عجينة كده. اللهم صل على سيدنا محمد. هنجيب مية ونزود عشان مسكت اهيت. هنضيع الدقيق الاول لما تبقى عجين، وبعدين نجيبوا شوية مية نفكوها بشوية مية. لو عايزة تفكها بشوية بتاع ده لبن، اعمليها باللبن. عايزة تفكها بشوية بالبيض، من الأول حط بيض يكفي. حبة مية كده ايه، معلقة بمعلقة كده ونقلب. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. هنحط معلقتين دقيق كمان عشان طبعا الكمية. حطيت شوية شطة صغننين زي ما انتم شايفين، وبشرت طماطماية، وحطيت شوية بابريكا صغننين برضو. وهنقلب، ولو احتجت مية سائل تاني هنحط، ولو احتجت دقيق هنحط، لغاية ما تبقى عجينة عاملة زي العجينة بتاعة الكيكة كده. يعني لا هي سايلة قوي ولا متماسكة قوي. ظبطي بقى الملح، ودوقي كده كل مدى تدوقي. عايزة ملح تاني زودي لغاية ما تظبطي الملح خالص كده. في بيحطوا كربوناتو عشان يعني ايه يتنفش كده بس انا بصراحة ما بنحطش كربوناتو، يعني هي كده بتبقى حلوة من غير حاجة. كل ما نلاقيها عايزة ملح خلاص كده ظبطتها. هنجيب بقى الكرنبيت. انا هنحط شوية زيت الاول اهو. بص انا بستخدم الزيت ايه بتاع اللي انا قالية فيه قبل كده، كنت قالية في الطاسة دي فلافل، فالزيت طبعا مش هقلي فيه تاني، فبستخدمه في الحاجات اللي زي ده. ازود بيه صينية سمك، ازود بيه مثلا تتبيلة زي ديت كده يعني، بدل ما يترمى، لاني مش هنولع عليه تاني. هو مرتين 2 بس للزيت وما بولعش عليه تاني. هنجيبه بقى الكرنبيت. انا مقطعته قد بعضه، حاولت اخلي القطع مقربة لبعضها. بعد ما سلقته وبرد قطعت بقى عشان ما يتهرش في السليق بس. نقلب كده بالراحة بالمعلقة كده، وبعدين نركنه على جنب ونحط غيره وهكذا. هجيب بقى الصينية اللي انا هعمل فيها. الافضل يعني تبقى صينية من بتوع البيتزا اللي هي ملهاش، او الصينية اللي احنا بنعمله فيها الكحك وكده، ديت اللي هي بتبقى ملهاش جدار عالي يعني، صواني الفرن دول.
نروح جايباه حاطة فيها شوية زيت، برضو زيت من اللي انا كنت قالية بيه قبل كده، برضو ما بنحط الزيت من الازاز. ده نوع من التوفير، يعني اللي احنا بستغل الحاجة عشان خسارة طبعا اللي احنا هنرميها. هو ما هو الزيت وحش ولا حاجة، انت قليتي فيه مثلا بطاطس او قليتي فيه فلافلتين او كده، خلاص مش هترميه بقى. هو بتاع السمك اللي بنعملش بيه تاني، لكن الحاجات التانية دي بيبقى نظيف وحلو بتصفيه، ممكن تعملي بيه ايه اما تكوني بتطبخي حاجة زي كده تاخدي منه. لان طبعا الزيت دلوقتي بقى غالي، وحرام ان احنا نرمي اي حاجة. هنجيب الصينية نحط فيها قد معلقتين زيت، هوريهم لكم حاجة بسيطة خالص، مش هنحط كتير. مش اكتر من كده، قد معلقة كبيرة كده، ونخليها نحركها كده في الصينية، ونحطها يا اما على البوتاجاز من فوق تسخن كويس، يا اما نحطها نكون مولعة طبعا الفرن. هو طبيعي انا ما كنت مولعة الفرن وحطيت الصينية فيه الزيت قدح فيها، هروح بقى رصة اشوف الزيت قدح ازاي. لما بنحط البتاع بيطشطش اهو. هنرص بقى الكرنبيت اللي انا متبلاه ده، هو اللي انا حطيته في الخلطة، هنرصه كده جنب بعضه. هو شوية الزيت دول بس عشان ما تلزقش في الصينية، بس مش اكتر. لكن انا مش محتاجة الزيت في الآلية ولا حاجة. ويمكن شوية الزيت دول بعد ما بخلص بطلعها من الفرن على طول. لو طلعتها من الفرن على طول هتلاقي شوية الزيت زي ما هما موجودين، هتميليها كده وتصفي منها شوية الزيت برضو، يعني كأنك ما عملتهاش بزيت خالص، وبتبقى طعمها خفيفة جدا. شوفي شوية الخلطة اللي باقيين دول، هحط شوية المفرفتين اللي قلتلكوا عليهم، كنت سلقاهم في الآخر لوحدهم اهو. ما فيش حاجة بنرموها. طبعا الصينية دي اتملت، فانا هنجيب صينية تانية صغيرة كده وهنحط فيها بس دي لو كبيرة شوية الصينية ديت كنت هحط كله مع بعض اهو. جبت الصينية دي برضو وحطيت فيها شوية زيت، برضو نفس الحكاية، هحطها على البوتاجاز من فوق تسخن اهي. انا حطها على البوتاجاز من فوق لما تسخن هروح قلبة فيها الشوية اللي هما مقطعين صغيرين دول. وبعدين هزقهم في الفرن بقى. انا مولعه الفرن وهنخليه وسط كده، ما هو لا عالي قوي ولا واطي قوي، وهنحطها على الشبكة. هتلاقيها بقى اتقرمشت واتحمرت من فوق ومن تحت، وبقت يعني بص خفيفة جدا. هتاكلي منها، يفضلوا ولادك ياكلوا منها مش هيشبعوا من حلاوتها. بس طبعا ما بيتاكلش الا لو هو سخن، يعني انت اما تيجوا تعملوه اعمليه قبل الاكل على طول، بحيث ان هو يتاكل وهو سخن. هو طبيعي الحاجة المقلية لازم تتاكل وهي سخنة. هنقلب فيها قلبت فيها اهيت. هنفردهم فيها هنحطهم في الفرن. طلعوا بقى كله طلع ومتحمر اهو ما شاء الله. هنرصهم بقى في طبق التقديم. هنحط شوية بقدونس كده او كزبرة، يعني انا ليا كزبرة دي. وهنرصهم كده من من الصينية، نطلعهم من الصينية ونحطهم في قلب الطبق. ما شاء الله والله هتشبعوا منها. الواحد بيجيب مهما تكون الكرنبيتة كبيرة بتاكلي وما تتعبوش منها، لا في زيت ولا استهلكت زيت في العمايل ولا حاجة خالص. يا رب تكون عجبتكم. سلام.